بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اذكروا الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا صباح الفل عليكم. يوم جديد كده ان شاء الله من عند الفراخ البيضة. بس لو انتوا اول مرة بتشوفوا القناة عندي اتمنى طبعا نشترك، واتمنى بس حطوا اللايك على الفيديو علشان اعرف ان شاء الله ان الفيديو عجبكم، وكمان عشان انزل محتوى كتير في القناة دي، فحابة ان انتوا تتفاعلوا معانا كده علشان ان شاء الله باذن الله ننزل فيديوهات كده على القناه دي. بصوا زي ما انتم شايفين دي كده السبله اللي بتطلع من الدرج. دايما بصي كل فيديو اقولهولك البطاريه لازم يكون عندك بطاريه. مميزات البطاريه معاكي لو مش عندك مساحه او المكان صغير عندك هتقدري ان انت تربي عدد كويس من الفراخ. لو مش عندك مكان خالص وممكن تجيبي بطاريه تحطيها في البلكونه حلوه. بصوا الادراج حلو قوي، يا دوبك بس بتشد الدرج كده ويكون عندك كده زي اللي هي السكينه بتاعت المعجون دي، يا دوبك تنضفي وتقومي راميه على طول. تمام، حلوه جدا ونظيفه، وشايفين كمان الفراخ مش واقفه على سبله ولا حاجه. طيب المكون اللي معايا ده ايه؟ ده فول الصويا حبايبي. اللي ما يعرفش فول الصويا ده عشان كان جالي سؤال، فول الصويا ده مخصص للطيور. تمام، بس انا حبيت اوريكم برضو شكله. بتبداي ممكن تحطي فول الصويا، تضيفي بقى معاه على العيش، على شويه علف، على شويه دشيشه. المهم ان انت بتعملي تكوينه العلف بتاعه الفراخ. تمام، بس انا حبيت اوريكي شكله. طيب هو انا بحط فول صويا؟ الصراحه ما بحطش فول صويا، انا بحط اللي هو حته الفول في اخر اسبوع، بس دول عشان كانوا شويه في ايدي كده فانا حطيتهم. تمام. فانت هتعملي ايه؟ انت لو حابه الفراخ دي كانت عمر 35 يوم او تقريبا 32 يوم. انت بقى لو حابه في الوقت ده بعد الشهر على طول تعملي لهم بقى التقليبه اللي هي كنا منزلين فيديو قبل كده عنها، اللي هي عباره عن عيش وكمان تجيبي تشيشه وتجيبي حته فول وطبعا شويه العلف. تبدأي كده تقلبي كله على بعضه وتبدأي تحطي. طيب في ناس عملت بتحط بطاطس، بتحط بطاطا، بتحط جزر، بتحط الكلام ده كله. الصراحة اللي انا شايفاه ان هي يعني بتتأخر معاها في الوزن، الا بقى لو انت هتخلي الفراخ دي عندك 3 4 شهور. في ناس مربية الفراخ البيضة عندها على السطح، مخليهم كمان مع الفراخ البلدي، وبياكلوا وبيكبروا بسم الله ما شاء الله، وتحسي ان الفرخة عاملة شبه الديك الرومي. بس الصراحة يعني انا بحب ايه، اخري 35 يوم، قبل ال 40 يوم بكون ذابحه الفراخ البيضه. انما انت بقى لو حابه تسيبي فرختين بقى وياكلوا اي حاجه هيكبروا معاكي برضو، بس هياخدوا وقت طويل قوي معاكي عشان يكبروا. تمام. فانت هتعملي لهم التقليبه دي كده، وتبداي ان انت ايه، تحطوها لهم كده ايه يبداوا ياكلوا. هتوفر معاكي شويه ومش هتعمل دهون ومش هتعمل اسهالات ومش هتعمل اي مشاكل معاكي. اولا العيش بيكون متضاف عليه خميره، والخميره دي خميره نافعه، فحلوه قوي للبكتيريا النافعه. كمان ما بتعملش اسهالات ولا كلام من ده، لانك انت بتحطي برضو حاجه بسيطه. دي كده برضو فراخ بيضة بس في بطارية برضو كده ارضي، برضو اهوت مربياها ارضي. تمام، حلوة برضو مفيش مشكلة. بس برضو الناس اللي بتربي ارضي خدي بالك برضو من الفرشة دايما والتهوية، وتكوني مظبطة كل حاجة. بس طبعا من تجربتي مفيش احلى ولا انضف من البطارية، بس حبيت برضو ان انا اربي شوية بطارية وشوية ارضي. تمام. طيب الفراخ البيضة النهارده كان العمر ال 18، فانا حبيت بقى ان انا ايه اغير يوم. اليوم ده بيبقى يوم مهم شويه كده، بتبداي تحطي شويه بادي على شويه نامي زي ما انت شايفه. ويستحسن طبعا البادي اول يوم يكون اكتر من الناهي. وتبداي كمان قبل ما تدخلي الدرجه الاولى مع التانية لازم تكوني قبليها بليله مديالهم كمان ايه مضاد للسموم. بصوا ده كده منشط نمو عادي، برضو تجيبيه منشط النمو اللي انا بحطه على العلف ده، ومش غالي ولا حاجه. كمان متضاف معاه خميره، يعني منشط نمو وخميره بيطريه حلو قوي. الكيس ده بيتباع فين؟ عند الدكتور البيطري، حلو قوي هاتيه. طبعا في اكياس كتيره برضو، بس انا بحب برضو ده ايه استخدمه للفراخ البيضاء. هبدأ بقى ان انا احط لهم، وزي ما قلت لكم مع تغيير العلف لازم يكون عندك مضاد سموم. في ناس بتحط خل، انا بحط خل لان العدد بسيط. بس قبل ما يعني قبليها بيوم تكوني حاطه ايه، حاطه لهم مضاد السموم، وبعديها بيوم تكوني حاطه مضاد سموم. ونصيحتي ليكي للناس برضو اللي ملاحظه ان دايما في اسهالات، هاتي ازازه مضاد سموم بيطري. دي على فكره ملهاش اي ضرر حتى لو هتذبحي، يعني حتى لو هتذبحي هاتي مفيش مشكله خالص. بس اتاكدي برضو من الدكتور، لان مضاد السموم فيه انواع كتيره. وكمان هقولك على حاجه، في انواع من مضاد السموم لو في اسهالات هتنفع معاكي للاسهالات، وفي كمان مضاد السموم مش للاسهالات. تمام. متضاف عليه حاجات تانية، فانت شوفي الوضع عندك ايه.
وبناء عن كده ابدأي جيبي، وقبل ما تجيبي اسألي المضاد السموم ده مكوناته ايه والايه بالظبط والوضع عندك ايه. بس مضاد السموم ده على فكرة من الحاجة الأساسية والرئيسية اللي لازم تكون موجودة عندك في تربية الفراخ البيضاء. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله الدنيا تمام. هنا بقى زي ما انتوا شايفين دي الفراخ البلدي، لازم شوية علف. حتى لو الفراخ البلدي دي بتبيض انا بحط دايما كوباية او مج للفراخ البلدي علف يوميا، مع شوية العيش مع شوية الدشيشة. وابدا برضو ممكن احط شويه منشط نمو، خميره، كلام من ده. اي اعشاب عندك، اي حاجه حطي، قطعتي بصل حطي، قطعتي توم حطي، الكلام ده كله حلو قوي. الفراخ البلدي اللي انتوا شايفينها دي خليط، بمعنى ايه؟ في عندكم بلدي مشعر وفي فيومي. شايفين الفرخه اللي واقفه دي السمراء دي كده فيومي حلو قوي. البيضه دي بلدي مشعر صغيره خالص كده زي ما انتوا شايفين، بتبيض على 4 شهور ممتازه. يعني بصوا البيض بتاعها فوق الروعه. تمسكي الفرخ كده تحسي ان هو ده لسه صغير والله العظيم، وتبصي تلاقيه على ال4 شهور بالظبط يبدا يبيض معاكي. يعني شايفين دي تحسي ان هي صغننه، بتبيض كله بيبيض عندي. انما السودا البيضه دي ده كده فيومي حلو قوي برضو، بيبيض معاكي من 4 شهور. شايفين بقى اللي جنبها اللي هي التانية ديت اللي هي ذهبي دي بقى فيومي مش بيور زي دي، يعني اللي هي السمرة في ابيض دي فيومي بيور. اللي جنبها التانية ديت فيومي عادي. في انواع الفيومي العادي بيبيض على 6 شهور. تمام. ممكن ابقى اعمل لكم ان شاء الله فيديو. ده كده الرومي الابيض والرومي الايه الاسمر ده حلو قوي. تربيه الرومي في البيت رزق، رزق خير كده. بصي يعني فعلا فعلا حاجه كده نظيفه، حاجه حلوه قوي. لو عندك مكان على السطح لا انصحك اعملي زيي. انا بجيب هما 3 روميات، ما بزودش عن كده. الروميايه البيضه دي مش من اللي هي يعني بتعدي ال 25 كيلو ولا كلام من ده، لا. هي برضو خليط يعني فاهمه، بس طعمها خرافه خرافه. يعني ممكن توصل معايا ل 15 كيلو، ما بتزيدش بقى عن كده، فاهمين؟ انما طبعا اللي فيه اللي هو الرومي الاصلي بيكون حتى الكتكوت غالي قوي، وبيديكي بقى اوزان فظيعه يعني. فالرومي الاسمر ده حلو قوي قوي. هاتيه برضو لو عندك مكان 3 روميات، مش هتحسي بيهم واكلهم حلو قوي. طيب الرومي بياكل ايه؟ البصل، بيعشق البصل. هنا كده برضو حبيت ابص على الفراخ البيضه، لان زي ما قلت لكم يوم التغيير العلف ده بيبقى يوم صعب شويه. الفرخ بيبقى غضبان ما بيرضاش ياكل. بس زي ما قلت لك لازم تتابعي وتشوفي. هنا كده حبيت اطلع بالليل اتاكد ان هم اكلوا. شايفين ما شاء الله الحويصله عامله ازاي، واكلين وشاربين. بصوا 10/10. والفرشه لازم تكون نظيفه والدنيا عندك تمام. اتاكدت بقى ان برضو فراخي اكلت وتمام. ده كنا بالليل. هنا كده الصبح طلعت كده جمعت شويه البيض بتاعه الفراخ عندي، وبدات برضو ابص على الايه على الفراخ. طبعا الصبح انا بطفي النور خالص زي ما انتم شايفين كده. شايفين ما شاء الله الفرخه واكله، الحويصله عندها عامله ازاي، مخلصين اكلهم. هو ده المنظر اللي لازم تطلعي تلاقي فراخك واكله وشاربه. وعايزه اقول لك على حاجه، طول ما انت مظبطه درجات الحراره والدنيا عندك زي الفل، هتلاقي المنظر ده عندك. الفراخ واكله. الفراخ القرعه دي من احلى انواع الفراخ اللي انت ممكن تجيبيها. الفرخ القب ده حلو قوي زي ما قلت لكم، بيرمي معاكي لحم كتير. شايفين الفرشه مش مبلوله، الوضع تمام. وطبعا بالنهار كده لو الجو يعني حسيتي ان الجو كويس، اطفي النور شويه طالما انت برضو سايبه فتحات تهويه ومظبطه درجات الحراره. لان الفراخ دي على سطح، غير طبعا السطح درجات الحراره بتختلف خالص عن التربيه مثلا اللي هتربي في اوضه ولا حاجه. فبطفي النور كده، وبرضو زي ما انتم شايفين انا مقفله كده من الجنبين، وسايبه الجنب اللي ورا ده كده ايه مكشوف عندهم. ده كان فيديو النهارده. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامه.